اكيد جه عليك وقت كنت دايما تلاقي نفسك عملت جدول وتلتزم بيه، وبعد كده تلاقي نفسك بطلت تلتزم، وده لانك معتمد على التحفيز. في الفيديو ده هنعرف ايه الفرق بين الانضباط والتحفيز. مش هطول عليك في المقدمة، يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. اكيد عملت جدول قبل كده ومعرفتش والتزمت بيه يومين، يعني انت جالك قبلها فيديو تحفيزي قعد يقولك انت ما بتعملش جدول ليه ومش بتلتزم ليه، فرحت انت ملتزم وايه، رحت عامل جدول وقايم ما التزمت بيه يومين بعد كده بطلت تلتزم. ده لانك اعتمدت على الفيديو اللي حفزك، ما اعتمدتش على الانضباط. فدلوقتي انا هقولك ازاي تبني الانضباط. تعال الاول نعرف تعريف الانضباط. في ملاكم اسمه مايك قال تعريف عظيم للانضباط. قال الانضباط هو انك تعمل حاجة انت ما بتحبهاش بس تحبب نفسك فيها، اللي هو مثلا انت عايز تصحى بدري فتحبب نفسك في الصحيان بدري. ده الانضباط. ماشي، انا عرفت يعني ايه الانضباط، بقى اقول لي اعمله ابنيه ازاي. خلاص يا عم هقولك فيه إيه يا عم، انا متعصب كده ليه. يلا بينا. اول حاجة هتحدد اهدافك. ايوه ازاي، هقولك حاضر. يعني هتحدد اهدافك، اللي هو تحدد اهداف قبل القياس. اللي هو مثلا انت عايز تبقى، بدل ما تقول انا عايز ابقى رياضي، قول انا عايز اخس 5 كيلو، وده هيكون لما انا امارس الرياضة 3 مرات في الاسبوع. كده انت حددت الاهداف وخليتها واضحة وقابلة للقياس. تاني حاجة جزأ اهدافك. يعني بدل ما تقول انا عايز اقرا كتاب، قول انا عايز اقرا 15 دقيقة يوميا. كده انت جزأت الهدف لحاجة صغيرة، فعقلك مش هيفضل يصعبها ويقولك دي حاجة صعبة مش هتقدر تعملها. غير خطتك وخليك مرن. يعني ايه يعني؟ مالك يا عم متعصب كده ليه؟ هقول لك اهو. يعني غير، يعني مثلا حصلت ظروف او حاجه حصلت ومعرفتش تلتزم بالخطه، ما تزعلش وتقول لا خلاص مش مكمل. لا، غير الخطه وخليك مرن. ده كده يعني غير الخطه، اعمل خطه تنفع مع الظروف اللي حصلت او الحاجه اللي حصلت. رابع حاجه يعني كل انجاز صغير او كل نجاح صغير تعمله، خليك متبعه وحطه في الانجازات بتاعتك، لان كده هتفضل متحفز وتستمر في رحلتك للانضباط. خامس حاجة، نام كويس. لان النوم الكويس هيساعدك انك تفضل منضبط وتفضل مستمر. سبع سادس حاجة، حط نظام مكافآت وعقوبات. يعني مثلا انت قلت انا هقرا 15 دقيقة النهاردة، ولو ما قريت لو قريتهم هاخد حاجة أنا بحبها، ولو ما قريتهمش أقول أنا مش هاخد التليفون النهاردة مثلا. سابع حاجة نظم روتينك اليومي. هتحط روتين ينفع مع ظروفك ومع مثلا دروس أو مدرسة أو كده. حط روتين يكون تقدر تلتزم بيه مع كل حاجة. يعني عندك مدرسة درس كده، حط لكل حاجة وقتها. وما تنساش مفيش حاجة بتيجي بسرعة، كل حاجة محتاجة انضباط واستمرارية. مفيش حاجة هتلاقيها جاتلك على طول، نفس اللي قلنا الفيديو اللي فات. وفي فيديو لإدارة الوقت، لو عايز الفيديو لإدارة الروتين، في فيديو لإدارة الوقت على القناة تقدر ترجع له لو عايز. يبقى نرجع بسرعة. عشان تبني الانضباط هتحدد أهدافك. أول حاجة هتحدد أهدافك، بعد كده هتجزأها. تاني حاجة تالت حاجة هت... تالت حاجة هتخليك مرن وتغير خطتك لو ما ظبطتش. رابع حاجة حدد نظام مكافآت وعقوبات. خامس حاجة اتبع تقدمك. سادس حاجة نام كويس. سابع حاجة اعمل روتين يومي يكون تقدر تلتزم بيه. في مقولة لواحد اسمه ألدوس هاكسلي نختم بيها الفيديو وكويسة. بيقول ان النجاح ليس سوى الانضباط الذي تمارسه يوميا. يعني ايه؟ يعني النجاح هو الانضباط اللي انت كل يوم تصحى، ومثلا تصحى وتبقى تعبان وما عندكش، مش قادر تعمل اي حاجة، بس تعملها عشان انت شخص منضبط. ده كده الانضباط، ده اللي هيوصلك لحلمك. وبس، كان معاكم يوسف من كافي دوز، وما تنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.